السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم نعمة الصديق. النهاردة زي ما انتم شايفين هنعمل السابلاي في البيت بطريقة سهلة جدا وشيك جدا جدا وزي افخم وافخر المحلات ومقادير مظبوطة جدا جدا، تقدروا تعتمدوها عندكم، ولو عايزين تعملوا مشروع ادخلوا فيه بقلب جامد. قبل ما نبدأ وصفتنا نسمي الله، نسمي على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أول حاجة هيكون معايا كيلو من الدقيق، هنستخدم له نص كيلو من الزبدة وربع كيلو من السكر. عايزة أقول لكم إن في ناس تستخدم الثلاث مكونات دول بس في السابلي، بس احنا هنضيف لهم 2 بيضة وفانيليا وشوية خل كده بس عشان البيض وبس كده. وطبعا ما ننساش رشة الملح، واكتب لكم برضو المقادير على الشاشة. طيب في ناس بتستخدم بيكنج باودر، لا احنا مش هنستخدم بيكنج باودر خالص، والموضوع ده غلط جدا. ما ينفعش نستخدم في السابلاي بيكنج باودر. هو كيلو دقيق، نص زبدة، ربع سكر وبس كده. هنبدأ بقى نحطهم على بعض. هنبدأ الأول ناخد الزبدة علشان نضربها كده بالمضرب اليدوي، ممكن نضرب بالبيت أو بالعجان أو ممكن نعمله خالص. أهم حاجة إن الزبدة تكون درجة طبعا الأول وبعد كده بعد كده تدريجي على بس انا طبعا في الاخر هديهم معلقتين بص بدلهم معلقتين وهضرب كويس جدا لحد ما بعد ما اخلص على كده. طبعا انا حطيت مع معلقه ملح او رشه من الملح كده، سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. كده انا خلصت الضرب. هبدا اشيلها بقى على جنب علشان ترتاح شويه. طبعا هي مش محتاجه تتحط في الثلاجه، الجو برد جدا. بوريكم بقى دلوقتي ايه الادوات اللي انا استخدمتها. انا استخدمت الادوات اللي عندي، ما احتجتش اجيب ادوات اضافيه. انا دورت على قوالب السيليكون بتاعت الشوكولاته دي، ما لقيتهاش بصراحه. هي لو موجوده هتبقى حلوه قوي في التشكيل برضو. دلوقتي عملت شويه مربعات، شويه قلوب بالقطاعه. وعايزه اقول لكم ان سهل جدا ان انتوا تقطعوا باي تشكيل عندك، باي حاجه عندك، مش شرط القطاعات دي. ممكن تقطعوها، بس طبعا القطاعه بتجيب الحاجه اسطمبه قد بعض، يعني القلوب تبقى قد بعض، المربعات قد بعض، الدواير. شوفوا انا عملت دواير ببصمه الكحك، يعني تستخدمي اي حاجه عندك. وانا بوريكم يعني ان بالعجله دي ممكن اقطع مربعات، بس طبعا مش بتبقى قد بعض زي ما بتبقى القطاعة نفسها فيها المربعات نفس الحجم. نفس الحجم طبعا بتسهل. دلوقتي برضو بحاول اوريكم ان انا ما عنديش طرد، قوالب طرد. هي رخيصة جدا بس هي مش موجودة عندي دلوقتي، فبوريكم انا ازاي عملت قوالب برضو بطريقة سهلة جدا بالورق الفويل كده. بس عايزة اقول لكم ان القوالب دي ما تنفعش تتحط في الصينية كده، لازم نحط حواليها ورق فويل علشان ما تفرش مننا وترجع مدورة تاني، وكأننا ما عملتهاش يعني طبق كده. بكل سهولة هنعمل اشكال.
طيب في ناس بتيجي تقول لي ايه الفرق بين البوتيفور والسابلاي؟ مفيش فرق على فكرة، هو نفس المكونات بتاعت البوتيفور هي مكونات السابلاي، بس السابلاي بيبقى واخد دي زيادة شوية، عشان كده بنقطعه بالقطاعات ومنستخدمش يعني مكنة البوتيفور. والسابلاي بيبقى طعمه احلى لان طبعا بتحط له شوكولاتات وطعمه بيبقى اطعم شويه. ادي المنظر كله، عملت من كيلو دقيق الشكل الكميه اللي انتوا شايفينها دي كلها ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله. هبدأ بقى ألزقه الأول، طبعا هحطهم في الفرن. تسوية السابلاي مش بتاخد أي حاجة 10 دقايق، ولما الفرن بيسخن ممكن توصل ل8 دقايق. بعد ما أخلص الكمية كلها، طبعا ما تسيبوهوش أكتر من كده علشان وشه ما يحمرش قوي، احنا عايزينه لونه فاتح وجميل. عملت الكمية كلها وهبدأ بقى بعد ما يطلع هلزقه. ادي الشكل بعد ما طلع من الفرن. نبدأ نلزقه مع بعض بقى. هنلزقه بايه؟ هنلزقه بشوكولاتة، شوكولاتة دارك او شوكولاتة بيضة، وكمان مربى. انا كمان لزقت شوية بالمربى، مربى المشمش بتبقى افضل حاجة. طبعا انا سيحت الشوكولاتة دي، مكعبات شوكولاتة سيحتها. تقدري تسيحيها على بخار مية، تحطيها في حلة مثلا فيها مية بتغلي هتبدأ تسيح معاكي، او تحطيها في الميكرويف على طول، ما بتاخدش دقايق وتكون ساحت. بس طبعا انتوا عارفين الجو برد، كل شوية اروح اعملها تاني، لان كل ما ابدأ الزق يعني بالقمع كده الاقي الشوكولاتة جمدت تاني، ابدأ اسيحها تاني. غلبتني شوية عشان الجو برد. طبعا انا بسيحها وبحط على الشوكولاتة نفسها شوية زيت كده عشان تخفف الشوكولاتة وفي نفس الوقت تديها لمعة. ادي الكمية اللي انا لزقتها كلها. هبدأ بقى اغمرها في الشوكولاتة. هعمل شوية بالشوكولاتة الدارك وشوية بالبيضة وشوية كده هنصصهم. والتارت اللي انا عملته هعمله بجناش شوكولاتة. الجناش ده انا عملته لكم على القناة قبل كده، جناش اقتصادي وحلو جدا. وعلى فكرة ممكن الجناش ده برضو نلزق بيه السابلي بتاعنا. كل حاجة بعد شوية لو انت اتعلمتيها تقدري تلعبي فيها بكل الطرق وتعملي بقى، تضيفي انت لمساتك الجميلة يعني. والسابلي احلى حاجة فيه انه هو بيتزوق، كل مكان رقيق كل مكان اجمل بكتير. سهل قوي، مفيهوش اي مشاكل، تقدري تعملي بكل سهولة. تعملي مشروع تبقي داخله كمان بقلب جامد ما يهمكيش. انا بوريكم دلوقتي ان انا ازاي زينته، سهله قوي قوي. كمان استخدمت بقى في تزيين على الوش كده الورد المحمدي، خدته من اخواتنا المغاربه، عندهم طريقه حلوه قوي في التزيين. واستخدمت كمان بعض المكسرات. ولو عندك فرماسيل برضو استخدمت شوية فرماسيل كده، شوكولاتة والوان يعني بتلعبي فيه شوية. وممكن كمان تجيبي شوكولاتة بيضة كده تعمليها على الوش كده بشكل عشوائي، بيدي شكل حلو قوي قوي، تطلع النتيجة في الاخر روعة. يعني الواحد ممكن عايز يهدي اعصابه يقعد يعمل شوية الحاجات بتاع الفنية دي، بترفع المعنويات جدا.
طبعا انا مسرعه الفيديو، يعني الفيديو ده خد وقت طويل قوي، انا مسرعه لكم عشان بس اجيب لكم التوتال كده ايه اللي انا عملته. بس طبعا هو بياخد وقت اكتر. شوفوا انا عملت بالشوكولاته البيضاء كده على الوش طريقه عشوائيه، بيدي شكل حلو جدا جدا جدا. وانتوا هتشوفوا بقى بنفسكم وتحكموا على جمال الاشكال. احطها بقى في اي حاجة كده بس تقديمية كده تديني، اوريكم الشكل يعني في الاخر عامل ازاي. روعة روعة روعة.